كنت صغير، لسه مخلص امتحانات آخر السنة، وأول ما قالت لي أمي إننا هنروح لجدي في القرية فرحت فرحة مش طبيعية. كل طفل كان بيحب أيام الأجازة عند الجد والجدة، الألعاب البسيطة، الطبيعة، الحرية. بس بيت جدي ما كانش زي أي بيت، كان بعيد عن باقي البيوت، وسط الغيطان، حواليه زراعات الذرة والقصب، والليل هناك مختلف. ليل ساكن هادي زيادة عن اللزوم، هدوء يخليك تسمع دقات قلبك وتخاف من نفسك قبل ما تخاف من أي حاجة تانية. عدى أول يومين كويسين، لعب، أكل بيت جدتي، قاعدة مع جدي، بس الأطفال ملولين وبدأت أحس. كنت صغير، لسه مخلص امتحانات آخر السنة، وأول ما قالت لي أمي إننا هنروح لجدي في القرية فرحت فرحة مش طبيعية. كل طفل كان بيحب أيام الأجازة عند الجد والجدة، الألعاب البسيطة، الطبيعة، الحرية. بس بيت جدي ما كانش زي أي بيت، كان بعيد عن باقي البيوت، وسط الغيطان، حواليه زراعات الذرة والقصب، والليل هناك مختلف. ليل ساكن هادي زيادة عن اللزوم، هدوء يخليك تسمع دقات قلبك وتخاف من نفسك قبل ما تخاف من أي حاجة تانية. عدى أول يومين كويسين، لعب، أكل